أهلا بكم. وربع نهائي كأس العالم 2026 أمام فرنسا لن يحسم بالفرديات بل بالتحكم في المساحات. وفي حالة تعذر مشاركة السيباري في دور المهاجم الوهمي، محمد وهبي سيعتمد على توليفة وسط الميدان الحديدية التي تجمع بين نائل العناوي، أيوب بوعدي، وعز الدين أناحي. هذا الثلاثي ليس مجرد اسماء لتعويض النقص، بل هو منظومة حركية متكاملة غتغير شكل الهجوم والارتداد تماما. اليوم غنحاولوا نفكوا هندسة هذه المنظومة وكيفاش غتشل حركات فرنسا. ديروا لايك ويلا نبداو. خلونا نحلوا الادوار بدقة. اولا نائل العناوي غيلعب دور المدمر الصامت. دوره الاساسي هو التمركز امام قلوب الدفاع لقطع التمريرات الطولية الموجهة لمبابي واوليسي. ثانيا ميزان الايقاع ايوب بوعدي تمتاز باعلى نسبة تمرير صحيحة تحت الضغط العالي. الدور ديالو غيكون هو سحب لاعب وسط فرنسا للخارج وفتح مساحات للتمرير. ثالثا هنا غيجي الدور ديال عز الدين أناحي. بيتحرر أناحي من الادوار الدفاعيه بفضل العناوي وبوعدي غيلعب كصانع لعب متقدم. أناحي غيستغل المساحات النصفيه باش يربط مباشره مع دياز والخنوس، مما غيضمن صعود هجومي باكبر عدد من التمريرات الارضيه السريعه. الثلاثي في وسط الميدان غيعطي امان دفاعي يخلي التشكيله الهجوميه تشتغل المرونه المطلقه. خلف المهاجم الصريح سفيان الرحيمي غنلقاو ابراهيم دياز وبلال الخنوس كاجنحه مقلوبه. بما ان السيبر يمكن يغيب، رحيمي ما يبقاش واقف في صندوق العمليات، بل غيتبادل المراكز بالتحرك العرضي مع دياز والخنوس. وناحي المفاجئ من الخلف ظهر دياز غيخلق زياده عدديه على الجبهه اليمنى لفرنسا، وهاد اللامركزيه هي السلاح الحقيقي لضرب قلب دفاع الديوك. راه غتكون تكتيكيه وصعبه للغايه، والانتصار فيها غيكون اللي غيمتلك هدوء ذهني اعلى في خط الوسط ويتحكم في الكرات الثانيه. فرنسا عندها فرديات خارقة، ولكن انضباط منظومة وهبي بهذا الثلاثي المتوازن هو المفتاح الحقيقي لعبور المربع الذهبي وكتابة التاريخ مجددا. شاركوني تحليلاتكم في التعليقات. واش تشوفوا توليفة العناوي وبوعدي قادرة لإيقاف خطورة الوسط الفرنسي؟ ما تنسوش اللايك والاشتراك، ونتلاقاو بعد صافرة النهاية.